ما حسيتش مره قبل كده ان انت وانت بتتكلم اللغه اللي انت بتحاول تتعلمها ان في شويه كلمات كده انت مش حافظهم، انت يعني بص عن ظهر قلب موجودين في دماغك؟ الحديث اللي انت بتتكلم فيه مع حد هو بس بيدور حوالين الكلام ده، ما تقدرش تطلع بره نطاق شويه الكلمات دول اللي هي الكلمات السهله اللي انت بتستخدمها في حياتك اليوميه دايما، مع انك ممكن تكون عارف كلمات غيرهم، ولكن في وقت الحديث عقلك ما بيقدرش يستدعي الكلمات دي، فما تعرفش تتكلم في مواضيع تانية بعيد عن شوية الكلمات دول. وبرضه مشكلة تانية ان نطق الكلمات بتاعة اللغة ساعات بتكون صعبة عليك او مش بنفس الطريقة اللي في ناس كتيرة قوي ممكن ما يكونوش ألمان بالمناسبة ولكن عندهم الطلاقة في الكلام وبينطقوا اللغة بشكل كويس. المشكلتين دول كانوا عندي، والحمد لله بفضل الله بعد تطبيق روتين كده معين على موقع معين هقوله لك وهطبق لك دلوقتي بشكل عملي حل المشكلتين دول علشان تقدر انت تطبقه مع نفسك، ومع الوقت صدقني الكلمات اللي انت بتحاول تتعلمها بس مش بتستعملها في حديثك ونطقك للكلمات دي هيتحسن بنسبة 100% ان شاء الله. فتعالى دلوقتي انا لسه متعلم كلمتين اهم، تعالى نطبق الكلمتين دول بالظبط زي ما انا بعمل عشان تطبقهم عندك. ففي الروتين ده انا بختار كلمتين اتنين بس، هما كلمتين عشان انا لسه هعمل شغل عليهم كتير ومش عايز اتقل على نفسي. فكلمتين في اليوم 60 كلمه في الشهر صدقني احسن لك مليون مره من 50 100 كلمه وانت مش عارف تستخدمهم في حديثك اليومي. فالمهم اول حاجه بعملها في الروتين ده ان انا باخد مصدر القراءه بتاعي، وانا قلت في فيديو الروتين قبل كده مصادر القراءه ممكن تبقى ايه، وانصحك لازم تروح تتفرج على الفيديو ده ما تفوتوش. المهم مصدر القراءة ده أنا مثلا بستعمل دلوقتي مثلا رواية، أنت ممكن تستعمل أبليكيشن قصص صغيرة، مواضيع على دوتش فيلا، أيا كان المصدر اللي هتقرا منه إيه. طيب أنا دلوقتي لما قريت طلع لي مثلا كلمتين أنا ما أعرفهمش، كلمة مثلا فيرفيوجبا يعني افيلابل متاح، وكلمة فاشيبن يؤجل مثلا. طب الكلمتين دول انا عايز اتعلمهم كويس عشان اقدر استخدمهم بعد كده، وفي نفس الوقت اتعلم نطقهم بشكل كويس يثبتوا في دماغي. فبتمشي معايا الطريقه ازاي؟ ايه الروتين اللي بعمله؟ وليكن مثلا كلمه فيرفيوجبا اللي هو متاح، انا عايزك تجيب امثله كتيره جدا. بص حاول تخلي الكلمه دي تشقلبها كده، تجيبها مره مع ضمير مثلا اشد، مع ضمير دو، مع ضمير ايه، مع مثلا نيبنزاتس، مع تبقى مبنيه للمجهول، تبقى مش عارف تحاول تشقلب الكلمه دي بامثله من كل حته، ما يبقاش كل الامثله عليها مثلا ان انا متاح دلوقتي ايش بين فيها فيك بقى مش عارف، لا انا عايزك توسع وتستخدم الكلمه في كذا حاجه، ده اللي هيخلي عقلك يتثبت فيه الكلمه دي. طيب انا مثلا جبت مثال دلوقتي في دماغي وانت اللي هتترجمه، يعني مثلا انا عايز اقول ايه لشخص تاني مثلا، هل انت متاح مثلا لوقت قصير دلوقتي؟ انا عايز اتكلم معاك. فهبدا انا اترجم بقى، فاقول مثلا ايه bist du verfügbar für Kurzzeit ich möchte mit dir sprechen. تمام. فانا كده ترجمت المثال اللي انا جبته بدماغي، ما جبتش امثله جاهزه، انا ترجمته في دماغي عشان عقلي يستخدم الايه الكلمه. طب انا مش متاكد ان جملتي صح، فاروح داخل على الشات جي بي تي كتبت له هنا اهوت bist du verfügbar für Kurzzeit ich möchte mit dir sprechen. فقال لي والله جملتك كويسه مش عارف ايه، بس اداني تصحيح ليها، قال لي هنشيل سايت من الموضوع. فقال bist du kurz verfügbar ich möchte mit dir sprechen. او هاستو شال اصلا الكلمه اللي انا بستخدمها اللي هو verfügbar، فمش مشكله المثال ده. المهم ان انا جاب لي المثال اللي هو عدله وصححه، حلو، اروح كاتبه عندي دلوقتي وبعدين اشوف مثال تاني انا احاول اترجمه. اقول مثلا انا عايز اقول مثلا ناس قدامي لما انتوا تبقوا مثلا متاحين مثلا بلغوني. شفت انا هنا بدلت الايه الضمير مثلا، هي تنفع قوي مع الافعال اللي انت هتبنيها للمجهول وتغيرها مع الضماير، بس انت فهمت قصدي تمام. فرحت مثلا كاتب له هنا الجمله الثانيه او المثال الثاني، قلت له فين ايه verfügbar seid dann sagt mir Bescheid. فهو قال لي كويسه وكل حاجه، بس انت ممكن تقول فين ايه verfügbar seid sagt mir bitte Bescheid، حاول تزود بيتا في الموضوع عشان تبقى ايه يعني بلطف. اوكي، هو صحح لي هنا المثال ايا كان التصحيح. فاقول ممكن مثلا اخترع مثال تاني، اقول مثلا والله الموارد مثلا الماليه في الدوله الفلانيه مثلا بالكاد تكون متاحه او متاحه بشكل كبير جدا، او مش عارف، تحاول تدخل الكلمه في كذا حاجه، توسع مدارك عقلك بالكلمه دي. الموضوع ده مع التصحيح بتاع الشات جي بي تي هيثبتها بنسبه كبيره جدا.
ولسه مجهود تاني بعد ما نكتب الامثله هقول لك عليه، لسه شغل تاني عليه. تمام. بعد كده بعد ما جبت الامثله اللي انا عملتها بكتب انا الكلمه هي هنا في فيجبا، وبعدين اكتب المثالين اللي شات جي بي تي صححهم لي. طبعا انا بعمل زي ما قلت لك امثله كتير، بغير في الكلمه بشكل كبير، يعني حاول تكتر اكتر من امثله. انا هنا بس عشان بصور الفيديو فاكتفيت بمثالين بس. ودي الكلمه الثانيه اللي انا كنت بتعلمها اللي هي فاشيبن، وعملت نفس النظام. اوكي، فاضل بقى اخر خطوه الا وهي الشادوينج. انا عايز احسن نطق الكلمات دي وفي نفس الوقت برضو ااكد على تثبيتها في عقلي. الشادوينج يعني ايه؟ شادوينج انا بحاول اكرر الكلمه اللي انا بتعلمها دي ورا نيتيف سبيكر عشان نطقها الصح يثبت في دماغي، وما بقاش نطقي للكلمات نطقي مش افضل حاجه، لان هي بتبقى مش احسن حاجه في الكلام. طب اقدر اعمل شادوينج ازاي؟ شادوينج مش بس ان هو ان انا اشوف الشخص بيقول الكلمه وبعدين ارددها مره واحده وخلاص. لا، الشادوينج مش كده. الشادوينج ان انا بطبق الكلام ده كذا مره، وفي نفس الوقت ابقى فاهم ان عضلات فك دي ما ينفعش احركها وانا بتكلم الماني بنفس حركات العربي. يعني لو بحرك بقي بحركات الالماني زيها بالظبط زي ما انا بتكلم عربي، الكلام مش هيطلع مظبوط. لا، انا لازم الفك والعضلات دي تتمرن على مخارج الحروف الالمانيه، وده مش هيحصل وانا مثبتها مجمدها كده. لا، انا عايزك وانت بتعمل شادوينج دلوقتي معايا تسيب فكك خالص، يبقى في حركه انسيابيه في يروح ويجي مع الحروف. هتلاقي الموضوع اكنك بتصطنع الحركات، وده طبيعي في الاول، لكن بعد كده مع الوقت عقلك وعضلات فكك هتتعود على المخارج دي. فخلينا دلوقتي نبدا في الشادوينج. انا دلوقتي هعلمك الشادوينج بعمله ازاي على موقع يوجليش. موقع يوجليش هو ميزته ان انت بتجيب الكلمه اللي انت بتتعلمها، وبعدين هو بيطلع لك الكلمه دي من ناس كتيرة قوي ومقاطع كتيرة قوي على اليوتيوب بتقول نفس الكلمة، فانت بتسمع الكلمة من ناس كتيرة مختلفة بلهجات مختلفة، وبعدين بتثبت في دماغك من كتر ما انت بتسمعها، فتعرف تنطقها كويس، وبالتالي كمان مع اللي انت عملته ولسه هتعمله دلوقتي هتثبت في دماغك اكتر. فخلينا دلوقتي نستعرضه مع بعض. ادي جوجل عادي، هتكتب يوجليش زي كده بالظبط كده، هتطلع لك اول ريزلت هتتك عليها. بعد كده هيفتح لك الموقع. الموقع طبعا فيه يعني لغات كتيرة قوي انت ممكن تستخدمها من هنا، ولكن عشان احنا بنتعلم الماني فهنختار هنا جيرماني، وبعدين هنكتب في السيرش هنا الكلمة اللي احنا عايزين نكتبها. هنجيب هنا الكيبورد ونكتب عادي فيها فيجبا. اوكي، ونعمل سيت. دلوقتي هيطلع لي كلمة فيها فيجبا. بص، 910 مقطع ممكن تسمع كلمه منهم في فيديو. طبعا مش فاهم كلهم يعني، ولكن انا قصدي ان انت عندك فرصه انك تسمع الكلمه اللي انت بتتعلمها النهارده كذا مره في جمل كتيره مختلفه عادي، وترددها وراهم وتعمل شادوينج زي ما انا هقول لك دلوقتي. فمثلا ادي اول حاجه، دي الشاشه اللي بتظهر لك، ده الفيديو بيشتغل اهو عادي، انت ممكن تشغله من هنا، والزرار ده اللي بيجيب المقطع اللي بعده، وده لو انت عايز تعيد نفس المقطع ده مره كمان. هنا بيكون مكتوب نفس اللي الشخص ده بيقوله في الجزء ده كده، وبيعلم لك على الكلمه اللي كتبها له في السيرش اللي هي في فيجبا، يعني بيعلم لك عليها بالاصفر كده، عشان لما تشغل الفيديو كده تسمع الكلام المكتوب هنا، تسمعه من الشخص وتشوفه هنا مكتوب قدامك. فهنشغل كده. bestimmte Wege für die Einsatzkräfte nicht verfügbar sind. عايز ترجعها تاني وهكذا. Bestimmte Wege für die Einsatzkräfte nicht verfügbar sind. فانت سمعتها، عايز تسمعها من حد تاني فتروح متكه هنا، فيروح مشغل لك مقطع تاني من واحد تاني بيقول Das Internet ist im Land momentan kaum verfügbar. Da kommen wir gleich عايز تعيدها Das تاني. Internet ist im Land الراجل ده مثلا بيقول ايه؟ das Internet ist im Land momentan kaum verfügbar. انت عرفت او شفت الكلمه اللي انت بتتعلمها في مثال تاني غير اللي انت عملته بدماغك بصيغه تانيه من نيتيف سبيكر بيتكلم، وقلت ده والله هنا الانترنت هنا في البلد دي دلوقتي يعني بالكاد ان هو يكون متاح. شغلت دماغك برضو بالكلمه. فاول خطوه بعملها هي ان انا بسمع مقاطع كتير، بعدي الكلمه على ودني من ناس مختلفه وبجمل مختلفه. ده اول حاجه بعملها على الموقع، فببدا اشغل واسمعها. ständig verfügbar. اوكي، سمعتها مره. elektrische Energie verfügbar machen. اسمعها وهكذا. Zwar im Magen verdaut, also bioverfügbar gemacht im idealen سمعتها Fall. عدي وهكذا على كذا فيديو. اوكي، لحد مثلا ما الاقي وليكن انا هعمل شادوينج على الفيديو اللي قدامي ده. هعمل شادوينج يعني ايه؟
معلش النت مش عارف ماله بطيء، جاي يبقى بطيء في ما علينا. Er ist وليكن انا هعمل الشادوينج على الفيديو ده مثلا. انا اخترت الفيديو ده عشان خاطر مثلا انا شايف ان في يا دوبك جمله اقدر ارددها كذا مره عادي، والكلمه اللي انا طبعا بتعلمها اللي هي في فيجبا موجوده. طب هنا هعمل ايه بقى عشان اعمل شادوينج؟ هعمل 3 خطوات. اول خطوه ان انا هسمع المقطع ده واعيده من الزرار اللي قلت لك عليه عادي، هسمعه مثلا بتاع 7 أو 8 مرات. طب هل ده كتير؟ لا مش كتير. في ناس لما تيجي تعمل شادوينج تسمع الجمله كده ايه است ان فاشين شباخن ففيجبا وتقولها مره وبعدين تعدي. ده مش شادوينج يا جماعه. الشادوينج انت بتسمع كذا مره كتيره جدا وبعدين تقول لوحدك كتير برضه او 7 8 مرات وبعدين تقولها مع المتحدث 7 أو 8 مرات. كده عقلك وودنك وفكك التلاتة اشتغلوا مع بعض على نفس الحاجة كذا مرة، فبالتالي اتدربوا عليها. مع التكرار نطقك هيبقى زي اللي انت بتسمعه بالظبط. فتعالى نطبقها. اول حاجة بعملها ايه؟ بخليها هي تقول او المتحدث او الفيديو يقول حوالي 7 أو 8 مرات. فمثلا هتقول هي Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. مع كل مرة انا بركز في الكلام وبحاول انا استمع بتركيز. Und gibt zum Beispiel Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Und Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. اوكي، هتسمع انت ل7 8 مرات لوحدك وبعد كده تبدا انت اللي تقول الجمله دي. خلاص انت سمعتها خلاص، تبدا بقى انت تقولها بنفسك. ممكن انا اقول مثلا الجمله دي في الاول مثلا ايه بالطريقه دي Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar، وبعدين المره اللي بعدها هتفتكر خلاص هو كلامها 7 8 مرات اللي انت سمعتهم لسه موجودين في ذهنك وفي عقلك دلوقتي، فانت بتحاول تقلد اللي موجود في عقلك. بعدين المره الثالثه تتحسن Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar، وبعدين تبدا تفتكر ان انت محتاج فكك ده يبقى سلس، يبقى مرن، ما يبقاش واقف كده Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. لا، انا عايزك تصطنع الكلام عادي، مخلي فكك يروح ويجي مع الكلام. Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. اعمل كده بفكك. طبعا وانت لوحدك اتس اوكي، مش هتعرف تعمل كده مع الناس، بس انا قصدي وانت بتتدرب لوحدك حاول تعمل ده بشكل تلقائي، عشان ده وانت بتعمله بره بقى وانت بتتكلم بشكل عادي قدام الناس التمرين اللي انت عملته ده هيبان. فتبدا تقول مع نفسك Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar، وهكذا 7 أو 8 مرات. الخطوة الثالثة هتشغل الفيديو وهتقول معاها، فهيبقى التطبيق كده Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Und gibt Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Und gibt Er ist in Er ist in verschiedenen verschiedenen Sprachen verfügbar. Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Er ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Und gibt وهكذا. بعد ما بتخلص خلاص وتحس ان انت تمام، عقلك استوعب الكلمة، شفت كلمة فيجبا دي في الامثال اللي انت عملتها بضمائر مختلفة وبجرامر مختلف والتصحيح اللي شات جي بي تي عمله لك، وبعد كده كتبت الامثلة دي، وبعد كده كتبتها في يوجليش وشفتها من كذا واحد بيقولها، وبعد كده نقيت فيديو قعدت تتكلم معاه بنفس الطريقة اللي احنا عملناها. صدقني كلمة فيجبا دي مش هتضيع من عقلك تماما، واي كشبخيش اي حديث هتتكلم فيه الكلمة دي هتنط جوه عقلك لانها حضرت باشكال كتير مختلفة سواء كتابيا او سماعيا. بالطريقة دي طبعا هتطبق الكلمة تاني بنفس الطريقة عادي خالص، ويبدأ الروتين ده يبقى مستمر معاك كل يوم. الروتين اللي عملناه دوت ممكن في الكلمتين دول ما ياخدش نص ساعة، فانت هيبقى كل يوم بتتعلم كلمتين بنفس الطريقة دي تحصلهم بشكل كبير جدا مع فيديو الروتين اللي انا قلت لك عليه. لازم تشوفه، ما ينفعش تكون متعلم الماني من غير ما تشوف الفيديو ده. ومع الوقت كمان نطقك مع التمارين اللي احنا بنقولها دي صدقني نطقك هيتحسن بشكل كبير جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبك، واستنى باقي الفيديوهات اللي ناوي ان شاء الله انزلها من تجاربي الشخصيه. اشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.